السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. في الحلقة دي هنتوسع شوية في موضوع البوينترز والميموري. هنبدأ نفهم الموضوع بشكل متعمق أكتر. في حلقة البوينترز لما جينا نشرح قلنا إن أنت عندك دلوقتي مكان متخزن للإكس، وقلنا إن مساحة المكان ده عبارة عن 4 بايت، وقلنا إن كل مكان بيبقى ليه أدرس أو بيبقى ليه عنوان معين. طيب جميل جدا. لما جيت دلوقتي عملت انت اكس بتساوي 10، قمت قلت ان خزن لي المكان بتاع الاكس دوت، او خلي لي البوينتر بتاعي ده يشاور على الادرس بتاع الاكس او عنوان الاكس. فلما باجي اطبع البي تي ار ده بيطبع لي عنوان الاكس. طيب لو انا دلوقتي قمت جمعت على البي تي ار واحد، مش المفروض يجيب لي الادرس اللي بعده على طول؟ لما انا جيت قلت مثال في الحلقه بتاعت البوينترز، قلت هنا لو انا عايز اشوف اللي بعده اللي هو هيبقى 3 اصفار واحد، او عايز اطبع التلات اصفار واحد، فقلت ان انا هاخد البي تي ار ده بلس بلس لو انا عايز اجيب الواحد. طيب هل هي بتمشي كده؟ لو احنا تعمقنا في الموضوع، لا مش بتمشي كده. بتمشي على حسب عدد البايتس اللي انت حجزتها. بمعنى خلونا نشوف كده. لو جيت هنا عملت بيلد ورن، هتلاقيه طبع لي، انا عامل هنا شغال بنظام العشري عادي، هتلاقيه طبع لي هنا الرقم دوت اخره 4 4. ولما جيت عملت قلت للبوينتر بتاعي شوف لي اللي بعده على طول، قام جاب لي 4 8. طب ليه ما جابليش الأربعة 5؟ بكل بساطة حاجة اسمها السايز بتاع الحاجة اللي انت عايز تحجزها. يعني بمعنى انا دلوقتي عايز احجز انت، السايز بتاع الانت ده عبارة عن ايه؟ 4 بايت. فانا بحجز في الميموري 4 بايت، فكل بايت ليها ادرس، يعني كل بايت ليها ادرس، كل بايت ليها ادرس. فبالتالي انا حطيت الاكس من اول، حجزت لها من اول 44 لحد عندك 44 و45 و46 و47، دول كلهم بتوع الاكس. فلما اجي اقول له شوف لي العنوان اللي بعد الاكس على طول، هيجيب لي ال 48. طيب برضو مش فاهم حاجه. طيب بالراحه، خلونا دلوقتي عشان ما تتلخبطش اعمل لك برنت هنا كده برسنتج دي، واقول لك اطبع لي الاكس باك سلاش ان هنا، متنساش السيمي كولن. طيب خلونا نقفل ده كده بسرعه ونبيلد ونرن. طيب لو انا عايز العنوان بتاع الاكس، انا هحط هنا امبرساند ونبيلد ونرن. طيب انا عملت بيلد ورن اهو، بقى عندي عنوان الاكس بتاعتي تمام، وانا مشاور على ايه اللي هو عنوان الاكس بتاعي، فهو بعد كده لما جيت قلت له شوف لي العنوان اللي بعده على طول، قام زود لي كام؟ زود لي بكل بساطه، زود لي 4، ما زودليش واحد، رغم ان انا قلت بلس بلس بي تي ار. المفروض ان هي اكنها بي تي ار بلس 1، صح كده؟ اطبع لي البوينتر بتاعي بلس 1. هي دي الفكره بقى. خلونا متفقين هنا كده. لو جينا نبص على الميموري بتاعتنا، خلونا نمسح الكلام ده خالص. انا مسحت حاجه مش عايز امسحها. طيب انا دلوقتي حجزت للاكس بتاعتي حاجه بقيمه انت، او مكان في الميموري السايز بتاعه انت. ايه السايز انت؟ يعني عايز 4 بايت، فهياخد لي الاربع اصفار والثلاث اصفار واحد وصفرين 2، وهياخد لي المكان ده كمان. فبالتالي ده ما ينفعش ان انا اخزن فيه حاجه اصلا، لان كل الكلام ده تبع الاكس. طيب لو انا عندي دلوقتي بوينتر معين بيشاور على الاكس كده بالمنظر ده، تمام، فهو عارف ان بدايه الاكس بتاعتي دي محجوز لها 4 بايت، كل واحده من دول ببايت. ادي بايت 2 3 4، كل بايت ليها ادرس معين او ليها عنوان معين. طيب انا دلوقتي عايز العنوان المتاح اللي بعد الاكس على طول، العماره اللي بعدي على طول. يبقى انا الاكس حاجز لها 4، فبالتالي عايز ابص على اللي بعدها على طول. فلما اجي اطبع البي تي ار واقول له بي تي ار بلس بلس، فهو البي تي ار كان مشاور على الاربع اصفار، دلوقتي هيشاور على ايه؟ التلات اصفار 4. هيسكيب المكان ده كله كده، كل ده كده خلاص، لان ده تبع الاكس اهو، تبع الاكس. هيقول لك شكرا على كده، ويبدا ان هو ايه؟ يشوف من اول التلات اصفار 4. طب لو قلت له شوف لي اللي بعده، على حسب نوعه، لو هو انت هيسكيب 4 او هيزود 4، البلس بلس بتاعته بتزود 4. طيب لو خليت ده كده، خلوني نشيل ده كده، عملت هنا مثلا كاركتر تشار مثلا ايه بتساوي ايه، او بتساوي اي حاجه، بعد كده قلت له هنا خد لي العنوان بتاعها. بس طبعا لازم ان انا اخلي هنا ده، طالما انا هصور على كاركتر، يبقى لازم يبقى البوينتر بتاعي من نوع كاركتر.
وهاجي هنا اقول له نفس الكلام، اطبع لي ampersand ايه، طبعا مش percentage دي، لا percentage دي، خلينا نشتغل بالنظام ده. وهنا اطبع لي البي تي ار بتاعي واطبع لي البلس بلس بي تي ار، ابلد وران. بص بقى ايه اللي حصل هنا. ادي العنوان اللي خزنت فيه رقم 1 في الكاركتر، لان الكاركتر 1 بايت مش 4 بايت، بحجز لها مكان 1 بايت في الميموري بتاعتي. طيب لما جيت اشوف العنوان اللي انا مشاور عليه اللي هو بتاعها جالي كده. طب لما جيت عملت بلس بلس من 47 بقت 48، ايه اللي حصل هنا؟ اشمعنى في اللي فات زود 4؟ بكل بساطة عايزك تفهمها كده، ان هو بيزود على حسب الحاجة اللي بتبقى محجوزة للحاجة اللي هو بيزود عليها، يعني او المساحة المحجوزة. فانا لو بشتغل مع انت بيسيب 4، طب لو كاركتر بيسيب 1، طب لو بشتغل مع شورت بيسيب 2، طب لو بشتغل مع لونج بيسيب 8، وهكذا. طيب انا اعرف السايز بتاع الحاجة منين؟ الارقام اللي انا قلتها دي. هنعمل print if، نعمل percentage دي، ونكتب هنا function اسمها size of، هنقول هنا size of int، اقول له اطبع لي السايز بتاع الانت بتاعتي، يقول لي ب4. طيب لو انا عايز اعرف السايز بتاع الشار، احجز الشار قد ايه؟ لما اجي يعني لما اجي اطلب من الميموري ان هي تحجز لي مكان للشار، هتحجز لي مكان قد ايه؟ يقول لي 1. طب لما اجي اقول له شورت، يقول لي 2. طب لما اجي اقول له لونج هيقول لي 8. بص 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 4. امال هي لونج ايه؟ لونج فلوت، لونج فلوت اظن، مفيش حاجه اسمها لونج فلوت. دبل، انا عايز افتكر، اللغات كلها دخلت في بعضها. طيب الدبل ب8، اللونج ب4. طيب يبقى احنا دلوقتي لو عايزين نعرف هو هيحجز مكان قد ايه في الميموري بتاعتي عن طريق الفانكشن اللي هي البيلت ان في السي، حاجه موجوده في السي اوريدي من اللايبرز دي فانكشناليتي موجوده، حاجه اسمها سايز اوف من غير ما انا اعرفها، بيجيب لي السايز بتاع الحاجه اللي انا عايزها. لو انت بيقول لي كذا، ولو فلوت يقول لي السايز كذا، وهكذا. لما نيجي نرجع تاني للوان نوت كده نبص، يبقى انا دلوقتي حجزت الاكس 4 اماكن، فلما اجي اقول له شوف لي المكان المتاح بعدها على طول، بيشوف لي بعدها ب4 بايت، فبيسكيب الاول والتاني والتالت والرابع، ويقوم جاي لي على التلات اصفار 4، وهكذا. بس هي دي الحلقة، واتمنى الموضوع ما يكونش فيه اي لخبطة. هي بكل بساطة زي ما اتفقنا، لما اي حاجة باجي اعملها بلس بلس بيجمع عليها 1، ده الطبيعي، الانكريمنت ب1. طيب لما باجي اتعامل مع بوينترز، البوينتر ده جواه عنوان، فانا عايز العنوان اللي بعده مش بيجمع 1، لو هو بيجمع رقم على حسب السايز بتاع الحاجة اللي انا شغال عليها. لو شغال على انت هيجمع لي 4، لو شغال على فلوت برضو نفس الفكرة هيجمع لي 4، لو شغال على شورت هيجمع لي 2. يبقى البلس بلس او الانكريمنت بتاعتي بتبقى اقل حاجة ب2، فيجيب لي العنوان اللي بعد العنوان اللي انا قلت عليه ده ب2، لان هو كده كده الاكس بتاعتي دي انا حاجز لها اصلا 4 اماكن، اللي هو زي ما قلنا هنا كده في الصورة، حاجز لها 4 اصفار و3 اصفار 1 و3 اصفار 2 و3 اصفار 3، فكل دول تبع الاكس. على حسب الرقم الاكس ده ببدا ان انا املى المكان ده. لو الرقم اكس ده كبير يقعد يكبر لحد معين قلنا عليه في حلقه من الحلقات، يقوم يملى لي كل الكلام ده. فبالتالي لما اقول له هات لي العنوان بتاع الحاجه اللي بعد الاكس على طول، او العنوان اللي بعد الاكس، ان كل ده تبع الاكس، بس انا دايما يعني بعرفه من اول عنوان ليه، يعني بعرفه من الاربع اصفار دول. لو انا عايز اعرف الاكس دي فين بعرفها من اول عنوان ليها، يعني زي البيت كده بتخش له من الباب بتاعه، ده الباب بتاع الفاريبل بتاعي، ده الباب بتاع العنوان او بتاع العماره بتاعتك، وكل دي تبع العماره، كل دي ادوار ليها علاقه بالعماره. العماره اللي بعدها لو في نفس المنطقه فالطبيعي ان العماير بتبقى نفس الطول، جميل، لو انت في نفس المنطقه والمنطقه مش عشوائيه. فبالتالي لو المنطقه دي 4 ادوار، يبقى لو انا عايز المنطقه اللي بعدها هسيب برضو 4 بلوكات احجزهم للعماره اللي بعدها، العماره اللي بعدها برضو كمان 4، وهكذا بفضل بنفس. طب لو انا العمارات دورين، لو انا مثلا بتكلم على حاجه زي شورت، نوع داتا تايب نوعه شورت، بسيب 2. طيب يعني هحجز هنا وهنا، فلما اجي اقول له يطبع لي 3 اصفار 2، اللي هو لما اجي اقول بلس بلس بي تي ار، اللي هو اجمع لي البي تي ار اللي بعد ده على طول، اللي بعد اللي فيه الاكس. طيب لو انا بتعامل مع رقم او مع كاركتر مثلا بياخد لها بلوكه واحده، لما اجي اقول له هات لي العنوان اللي بعدها على طول يجيب لي البلوكه اللي بعدها على طول المتاح، بس وهكذا.
شكرا، واتمنى تكون حلقة مفيدة.